لو بتحب بقى شارع الشباب وبتحب منطقه ابو سمبل، فانا جاي لك النهارده بشقه برضو موجوده في عقار جديد وموجوده قريبه من شارع الشباب اللي خطوتين 3 4 عماير اهو. شارع الشباب قدامكم، ولكن على طول دايما هنشرح الشقه ونسيب لكم المكان. حبيبي يا مياد، هنسيب لكم المكان انتوا اللي تقرروا هل هو مناسب او مش مناسب. وزي ما دايما بقول لكم السعر او غيره هتتواصلوا مع رقم الكابتن حماده جمعه اللي بيبقى موجود على الفيديو اللي قدامكم، هو اللي يقول لكم الاسعار. طيب فرضا السعر غالي او المكان مش عاجبك، كلم الكابتن حماده هيقول لك على مكان تاني او على شقق تاني، وهيفرجك على كل اللي انت عايزه، باذن الله تلاقي اللي انت عايزه. طبعا الشقة اللي معانا هي في قريبة جدا من شارع الشباب اللي قدام حضراتكم، 4 عماير بالظبط تلاقي نفسك في شارع الشباب، وهي في عقار جديد نص طبعا مبني بالطوب والحجر زي ما انتم شايفين، وجديد جدا وباين والامور واضحه. طبعا الشقة هي الرابع اللي قدام حضراتكم دي اللي باينه في السهم، اللي هو الثالث علوي او الرابع، يعني عد من الارض هيبقى الرابع. المسمى العادي بتاعنا بتاع المجلس المدينه دي الثالث علوي اللي هي فيها النور دي. طبعا دي المدخل العماره، ودي العماره زي ما انتم شايفين عماره جديده، وبالمناسبه السلم طبعا رخام، وكمان فيها اسانسير شغال او لا، محتاج كارت او لا، كل ده طبعا تقدروا تشوفوه لما تيجوا باذن الله. طبعا ده مدخل الشقه اللي قدام حضراتكم، وده الباب بتاعها، ونبدا بقى نتحرك في الشقه اللي قدامكم اللي طبعا جاهزه زي ما انتم شايفين وكامله التشطيبات، واللي فيها كل اللي ممكن ست البيت تكون محتاجاه. كمان المطبخ بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده امريكاني ومفتوح على الصاله، وفيها كل حاجه ممكن تكون ست البيت محتاجاها. طبعا ده المطبخ ودي مساحته. وبرده تاني بقول ان المعاينه الميدانيه بتكون افضل من الفيديوهات، ولكن الفيديو بيعرض بس لحضرتك شكل المكان اللي تقدر من خلاله انا هفكر في الشقه دي وهجيلها. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله تجهيزات كامله والتشطيبات كامله، يا دوب بس تيجي وتقعد. طبعا الشقه عباره عن 3 غرف زي ما انتم شايفين، 3 غرف، ادي 1 2 3، ودول ال3 غرف اللي موجودين. ونروح بقى للمطبخ والحمام. طبعا المطبخ والحمام، الحمام على شكل حرف ال، تمام، هتلاقوا في وشه على طول الحوض، وبعدين بقى تلاقوا ايه القعده والحمام. طبعا ارض وسقفيه وسقف كله سيراميك زي ما انتم شايفين، وجاهزه للسكن على طول، هتعزالك وادخلوا على طول. حرف ال في الحمام. نروح كمان للاوض بقى عشان تبداوا تشوفوها، ونروح للغرفه الاولى. طبعا الغرفه الاولى بحري، طبعا الشقه يا جماعه بحري شرقي، طبعا على شارع زي ما قلت رئيسي، يمكن هي الشارع فيه الناحيه القبليه، ولكن هي تنزل من الامر تنسق في القبليه. دي الاوضه الاولى او الغرفه الاولى طبعا، وهوريكم الشباك بتاعها. تمام، دي الغرفه الاولى طبعا برضو كامله تجهيزات، والسقف فيه اناره وبكل الامور اللي حضراتكم تحبوها. نروح بقى للغرفه الثانيه، وبرضو الغرفه الثانيه برضو كامله التشطيبات، برضو الغرفه الثانيه بحري. 3 غرف بحري يا جماعه، منهم غرفه كمان طلع على البلكونه. الغرفه بحري زي ما انتم شايفين، ودي التجهيزات اللي فيها مختلفه شويه عن الغرفه اللي جنب منها، ومعمول طبعا فيها جبس بورد في كل الشقه في كل الغرف، الاضاءه كامله، كل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا بقى التنازلات والمجلس وكل الورق اللي حضراتكم عايزينه، والعداد الميه والكهرباء، كل ده شغال وكل ده موجود. والاوراق طبعا تقدروا ترجعوا لها من خلال الكابتن حماده جمعه زياد. طيب دي كمان الشقه او الغرفه الاولى زي الثانيه زي ما قلنا، ونروح بقى للغرفه الثالثه. طبعا دي دخلت الغرفه الثالثه اللي فيها البلكونه وفيها شباك. طبعا البلكونه هتشوفوها دلوقتي، ودي طبعا السقفيه. عايز اقول لكم يا جماعه طبعا لو عايزين تسالوا على الاسعار من خلال رقم التليفون الموجود على الشاشه، تواصلوا مع الكابتن حماده جمعه زياده يقول لكم الاسعار. ولو السعر ما عجبكوش ارجعوا له وكلموه، ان شاء الله يوفر لكم المناسب للقيمه الماديه اللي حضراتكم عايزين تشتروا بيها. طبعا دي الغرفه ودي السقف. طبعا هوري لحضراتكم دلوقتي الشباك بتاع الغرفه نفسه زي ما انتم شايفين بيطل على الشارع الرئيسي. ده الشارع الرئيسي اللي جاي من شارع الشباب وجاي من عند الموقف، بيوديكوا لقدام شويه. تمام، نروح بقى للبلكونه عشان نشوف مساحتها ونشوف واجهتها، وبرضه هي اللي يقعد فيها يشوف الشارع الرئيسي، وكمان هي بحري زي ما قلنا الشقه اساسا بحري وبحري شرقي، وكمان دور الرابع او الثالث علوي. ادي البلكونه طبعا جاهزه للسكن على طول، فيها كل اللي ممكن حضرتك تكون محتاجه. ودي الشقه اللي كانت معانا النهارده، ودي الوضع بتاعها وده طريقتها. لو عجبكم الفيديو زي ما قلت لكم تواصلوا مع الرقم اللي قدام حضراتكم، ده الشارع الرئيسي وده المطل على الواجهه والشكل العام بتاع الشقه من البلكونه.
لو الشقة دي عجبتك وعجبك كل اللي قدمناه فيها فهي موجودة ومعروضة لحضرتك للبيع. وطبعا عايز اقول لك ان الشقة كل الانارة اللي موجودة فيها عبارة عن ريموت تقدر تتحكم فيه، ولكن مش هكلمك على المميزات، هي كده كده معروضة في الفيديو اللي انت شفته، تقدر من خلاله تتواصل من خلال رقم التليفون اللي قدامك على الشاشة بتاع الكابتن حمادة جمعة زيادة، تتواصل معاه وتكلمه عن السعر وهل هي فين وكل التفاصيل بتاعت بقى النسبة في الارض وكل الحاجات اللي انت عايز تعرفها اعرفها. طيب لو عجبتك تمام تعالى وخلص وتواصل. طب السعر كان غالي عليك او في اي مشكلة، تواصل مع الكابتن حماده جمعه زياده هيوصلك لكل اللي انت عايزه في اي مكان تتمناه سواء كان كاش او قسط. لو انت كمان عندك شقه وعايز ان انت تعرضها او نعرضها لك فاهلا وسهلا بيك، كلمنا نتواصل مع حضرتك وهنصور لك شقتك باذن الله، وهتنزل على طارق جمعه زياده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. سلام.